الدرس الثالث للحملة الفرنسية. الآثار السياسية. فكر نابليون بعد نزول الحملة الفرنسية في تنظيم أمور الإدارة والحكم على نمط ما حدث في فرنسا بعد الثورة الفرنسية. أول حاجة عملها نقل السلطة للطبقة الوسطى. طب هما مين؟ الأعيان والعلماء. طب ليه؟ لما لهم من مكانة مرموقة بين الأهالي. قال لك إن النقل السلطة كان نقلا شكليا. طب ليه؟ لأن الدواوين اللي أنشأها نابليون كانت مقيدة بالمصالح الفرنسية، وكان غرض نابليون التعرف على ما يدور في أذهان المصريين. تاني، نابليون قرر إن هو ينظم أمور الحكم والإدارة على نمط ما حدث في فرنسا بعد الثورة الفرنسية. أول حاجة عملها نقل السلطة للطبقة الوسطى اللي هم الأعيان والعلماء. هذا النقل كان نقلا شكليا لأن الدواوين اللي أنشأها نابليون كانت مقيدة بالمصالح الفرنسية. تاني حاجة، كان غرض نابليون التعرف على ما يدور في أذهان المصريين. ما هي الدواوين التي أنشأها نابليون في مصر؟ أول حاجة ديوان القاهرة، يتألف من 9 أعضاء من المشايخ والوجهاء، مهمته التداول في أحوال العاصمة. ديوان القاهرة يتألف من 9 أعضاء من المشايخ والوجهاء، ومهمته التداول في أحوال العاصمة. طب تاني واحد دواوين الأقاليم، تتكون من ديوان لكل مديرية. إيه هي المديرية؟ هي المحافظة، مكون من 7 أعضاء. طب إيه مهمته؟ النظر في المصالح والشكاوي، منع المشاحنات بين القرى، جباية الأموال والضرائب. دواوين الأقاليم تتألف من ديوان لكل مديرية، مكون من 7 أعضاء، مهمته النظر في المصالح والشكاوى، منع المشاحنات بين القرى. ثالث حاجة جباية الأموال والضرائب. آخر حاجة الديوان العام اللي هو السلطة المركزية العليا. قال لك بيتكون من أعضاء الدواوين اللي هم القاهرة والأقاليم. يعني الديوان العام بيتكون من أعضاء من ديوان القاهرة ودواوين الأقاليم، عدده 9 مندوبين عن كل مديرية، اللي هم 3 من العلماء و3 من التجار و3 من مشايخ القرى ورؤساء العربان. من هم العربان؟ اللي هم القبائل. تاني قلنا الديوان العام بيتكون من أعضاء دواوين القاهرة والأقاليم، عدده 9 مندوبين عن كل مديرية، 3 من العلماء و3 من التجار و3 من مشايخ القرى ورؤساء العربان. من رئيسه؟ عبد الله الشرقاوي. هدفه ايه؟ تدريب الأعيان على نظام مجالس الشورى. يعني ما هي الدواوين التي أنشأها نابليون في مصر؟ ديوان القاهرة ودواوين الأقاليم والديوان العام اللي هو السلطة المركزية العليا. الدروس المستفادة من إنشاء نابليون الديوان العام في مصر: اقتصار السلطة على الطبقة العليا، أهمية وضع دستور للبلاد، مشاركة الشعب في إصلاح المجتمع، أهمية مجلس النواب في زيادة الموارد. طب احنا قلنا الديوان العام بيتكون من 9 مندوبين اللي هم مين؟ 3 من العلماء، 3 من التجار، 3 من مشايخ القرى ورؤساء العربان. طب نابليون كان عايز ايه؟ مشاركة الشعب في إصلاح المجتمع. بعد الآثار السياسية
هناخد الآثار الاقتصادية والاجتماعية. أول حاجة في مجال الزراعة، كيف أثرت الحملة الفرنسية على الزراعة في مصر؟ قال لك إن علماء الحملة درسوا مجرى النيل وفحص القنوات والجسور. تاني حاجة خصصوا جزء من الأراضي الزراعية لإنتاج الغلات التي تحتاجها فرنسا، وأجريت تجربة لزراعة البن وقصب السكر. تالت حاجة إنشاء حديقة لزراعة النباتات المجلوبة من فرنسا مثل الخوخ والمشمش والتفاح. رابع حاجة الاهتمام بزراعة الغلات التقليدية اللي هي الأرز والقمح والذرة. يعني كيف أثرت الحملة الفرنسية على مجال الزراعة؟ قيام علماء الحملة بدراسة مجرى النيل وفحص القنوات والجسور، تخصيص جزء من الأراضي الزراعية لإنتاج الغلات التي تحتاجها فرنسا، وأجريت تجربة لزراعة البن وقصب السكر، إنشاء حديقة لزراعة النباتات المجلوبة من فرنسا مثل الخوخ والمشمش والتفاح. رابع حاجة الاهتمام بزراعة الغلات التقليدية مثل الأرز والقمح والذرة. طب في مجال الصناعة، كيف أثرت الحملة على مجال الصناعة؟ أول حاجة إنشاء المصانع زي مصانع النسيج والحدادة والساعات والدباغة وحروف الطباعة. تاني حاجة اقترح مينو عدم ضم عمال مصريين لهذه المصانع. طب ليه؟ لكي لا تتسرب إليهم أسرار الصناعة الفرنسية. ثالث حاجة إنشاء طواحين الهواء. آخر حاجة إصلاح دار صناعة السفن التي أنشأها مراد بيك في الجيزة. في مجال الصناعة أثرت إزاي الحملة الفرنسية؟ أنشأوا المصانع زي مصانع النسيج والحدادة والساعات والدباغة وحروف الطباعة. طرح مينو عدم ضم عمال مصريين لكي لا تتسرب إليهم أسرار الصناعة الفرنسية. أنشأوا طواحين الهواء. آخر حاجة إصلاح دار صناعة السفن اللي هي الترسانة التي أنشأها مراد بيك في الجيزة. ثالث حاجة في مجال التجارة، سؤال ممكن يقول لك في عهد نابليون وكليبر ركضت التجارة في مصر أثناء الحملة الفرنسية. هتقول له بسبب حصار الأسطول الإنجليزي للشواطئ المصرية، وجود الجيش العثماني في سوريا. حصار الأسطول الإنجليزي للشواطئ المصرية، وجود الجيش العثماني في سوريا. بدأ نابليون سياسة التفاهم مع شريف مكة. على هذا الأساس عمل مينو على إحياء التجارة الخارجية. أول حاجة عملها فتح أسواق لمصر في بلاد البحر الأحمر، فصارت المراكب بين مين؟ بين جدة وينبع. ينبع هي محافظة في السعودية، والسويس، محملة بالأنسجة القطنية والشيلان الصوفية والحرير والبن. تاني حاجة أجرى علاقات مع ولاية سينار ودارفور بالسودان والحبشة وبعض بلاد شمال أفريقيا. يعني أول من بدأ سياسة التفاهم مع شريف مكة مين؟ نابليون. على هذا الأساس تحرك مينو على إحياء التجارة الخارجية، فتح أسواق لمصر في بلاد البحر الأحمر، فصارت المراكب بين جدة وينبع والسويس محملة بالأنسجة القطنية والشيلان الصوفية والحرير والبن. أجرى علاقات مع ولاية سينار ودارفور بالسودان والحبشة وبعض بلاد شمال أفريقيا. طب في مجال الصحة، كيف أثرت الحملة الفرنسية على الصحة العامة؟ قال لك أنشأوا مستشفى عسكري. تاني حاجة أنشأوا محاجر صحية في القاهرة والأسكندرية ودمياط ورشيد. في مجال القضاء، كيف أثرت الحملة الفرنسية على القضاء المصري؟
قال لك هناك نوعين من الإصلاحات، إصلاحات نابليون وإصلاحات مينو. إصلاحات نابليون بعد عودته من حملة عكا أجرى تغييرا في نظام القضاء الشرعي. أول حاجة جعل العلماء يتولون القضاء بطريقة الانتخاب بدلا من القضاة الأتراك. حدد رسوم التقاضي بواقع 2%. أول حاجة عملها جعل العلماء يتولون القضاء بطريقة الانتخاب بدلا من القضاة الأتراك. تاني حاجة حدد رسوم التقاضي بواقع 2%. إصلاحات مينو قرر رفض مبدأ الدية وترك الأمر لأحكام القضاء. تاني حاجة أنشأ محكمة لكل طائفة من الطوائف: القبط، الشوام لما القبائل من الشام، الروم، اليهود. إصلاحات مينو قرر رفض مبدأ الدية وترك الأمر لأحكام القضاء. أنشأ محكمة لكل طائفة من الطوائف: القبط، الشوام، الروم، اليهود. سؤال: قام مينو بإعلاء سلطة القانون بمصر أثناء توليه قيادة الحملة، وذلك من خلال رفض مبدأ الدية، مشاركة الأعيان في شؤون الحكم بمصر، إنشاء محاكم لكل طائفة، نشر الأوامر والقرارات في جريدة باللغة العربية. قلنا إيه؟ قرر رفض مبدأ الدية وترك الأمر لأحكام القضاء، وذلك قام بإعلاء سلطة القانون. تبقى الإجابة رفض مبدأ الدية. كيف أثرت الحملة على الآثار الفكرية والعلمية؟ جاء مع الحملة الفرنسية مجموعة من علماء فرنسا النابغين في مختلف فروع العلوم، ومجموعة أخرى من الفنانين، مصورين ورسامين وموسيقيين ونحاتين، عددهم 146 فرد. طب ما هي أهم الآثار الفكرية والعلمية للحملة الفرنسية؟ أول حاجة المجمع العلمي المصري، أنشأه نابليون على غرار المجمع العلمي الفرنسي في باريس. أنشأه نابليون على غرار المجمع العلمي الفرنسي في باريس. طب إيه مهامه؟ قال لك العمل على تقدم العلوم والمعارف في مصر. تاني حاجة دراسة المسائل الطبيعية والصناعية والتاريخية ونشرها. تالت حاجة إبداء الرأي العلمي للحكومة. العمل على تقدم العلوم والمعارف في مصر، دراسة المسائل الطبيعية والصناعية والتاريخية ونشرها، إبداء الرأي العلمي للحكومة. طب إيه إنجازاته؟ قال لك إنشاء مطبعة عربية وأخرى فرنسية، إصدار جريدتين فرنسيتين، أحدهما سياسية والأخرى علمية واقتصادية. تالت حاجة أصدر مينو جريدة باللغة العربية. طب ليه؟ لنشر الأوامر وتحذير الناس من الاستماع لأصحاب الميول المعادية للفرنسيين. إنجازاته: إنشاء مطبعة عربية وأخرى فرنسية، إصدار جريدتين فرنسيتين أحدهما سياسية وأخرى اقتصادية. تالت حاجة أصدر مينو جريدة باللغة العربية. طب ليه؟ لنشر الأوامر، تحذير الناس من الاستماع لأصحاب الميول المعادية للفرنسيين. تاني حاجة الأعمال الكبرى لعلماء الحملة في مصر: شق قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، لم تنجح بسبب خطأ في حساب مستويات مياه البحرين. تأليف كتاب وصف مصر، أول موسوعة عن تاريخ مصر. تالت حاجة العثور على حجر رشيد الذي فك رموزه العالم شامبليون، والتعرف على التاريخ المصري القديم. طب ما هي الأعمال الكبرى لعلماء الحملة في مصر؟ 1. شق قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
لم تنجح بسبب خطأ في حساب مستوى مياه البحرين. تاني حاجة تأليف كتاب وصف مصر، أول موسوعة عن تاريخ مصر. تالت حاجة العثور على حجر رشيد الذي فك رموزه العالم شامبليون، والتعرف على التاريخ المصري القديم.